تتوقع فرقه زي دي تعمل كده مع الزمالك؟ هي الكرة فيها كل حاجة، بس احنا الزمالك تعبنا والله العظيم يا صاحبي. مفيش حد لعب النهارده، هو الجماهير اللي كانت بتحركهم. احنا كنا محبطين لحد ما الشوط الثاني بدأ. الفرقه دي على الله ان شاء الله. اوباما نزل قلب الملعب، غير الدنيا خالص. دي هناك كانوا قتلوهم وهنا قتلوهم. شايف الموضوع مستدعي الاحتفالات والكلام ده كله؟ طبعا الزمالك ده حضرتك بحب من طرف واحد. طب الحكم بتاع النهارده ده قبل ما ينزل في ناس بتوصيه. الدولة مش عايزة الزمالك يقوم من زمان. الكرة فساد في مصر. هي المنظومه عامه لطرف واحد. هي الدولة عايزة الأهلي يبقى رقم واحد. احنا مش عايزين غير اداره مستقره بتحب الزمالك، قلبها على الزمالك. اللي وصل الزمالك لكده مرتضى منصور مرتضى منصور ده بقى رئيس نادي الاهلي ولا رئيس نادي اهلاوي؟ مرتضى منصور اهلاوي، ومصر كلها عارفه ان هو اهلاوي، وانت عارف ان هو اهلاوي، وهو ذات نفسه عارف ان هو اهلاوي. انا شايف الزمالك اللعيبه تسترجل شويه، بس اللعيبه تسترجل بجد، عشان ما السهل عندهم زي الصعب، بيخلوا السهل صعب. يعني الماتش النهارده ده احنا نكسبه 7 هناك و9 هنا، انا مش عارف ازاي. يعني هم المفروض هناك كانوا قتلوهم وهنا قتلوهم، هنا لا مؤاخذه اتعلقوا في اول جون، وبعد كده برضو شدوا حلوين. طب ما من الاول هي سهله، هي سهله، بتصعبوها ليه؟ بس ولا اكتر ولا اقل، وربنا يولي من يصلح في النادي بقى. هو لولا جمهور الزمالك ما كانش في حد كسب النهارده. على طول جمهور الزمالك حاضر، على طول الزمالك رقم واحد، هو جمهور اللي باقي. مجلس اداره مش موجود، لعيبه ما بتاخدش مرتباتها في ظل الظروف دي كلها، واحنا بنروح ورا النادي، واللعيبه برده ما عندهاش دم الا من رحم ربي. ما فيش غير 2 3 بس اللي بيلعبوا. الزمالك محتاج مش اقل من 20 لاعب جديد غير كل الناس اللي موجودين دول، بس ما فيش حد بقى هيقدر يتكلم ويقول لك ده مش عارف مرتضى هو السبب، اصل مش عارف مين السبب، اصل مين السبب اللي حصل اللي وصل نادي الزمالك لكده؟ الدوله مش عايزه الزمالك يقوم له من زمان. لا قوم له قومه، وجبنا حسين لبيب، لا مشيه، نجيب له مجلس مؤقت. يا راجل ده النادي الزمالك النادي الوحيد في مصر اللي هو اتغير له مجالس اداره. حسن حمدي كان المفروض يتغير، قال لك لا ما ينفعش، ده احنا نغير رئيس الوزراء، ما نغيرش حسن حمدي. الزمالك بس هو اللي حقه مستباح في مصر كلها. مين بقى اللي ليه مصلحه في الكلام ده كله؟ طب ايه علاقه الاهلي باللي بيحصل ده بقى؟ عشان هو نادي الدوله، هي الدوله عايزه الاهلي يبقى رقم واحد. اي حاجه تحصل مخالفات في الاهلي ما ينفعش. طب الاهلي رقم واحد، بس خلينا نتناقش بموضوعيه شويه. الاهلي في افريقيا مثلا، افريقيا عايزه تخلي الاهلي رقم واحد؟ لا ما هو معروف بقى، كان في بطولات بياخدها ازاي. ماتش الذهاب كان جايب هنا عشان بس بسألك اللي وصل الزمالك لكده. مرتضى منصور مرتضى منصور ده بقى رئيس نادي الاهلي ولا رئيس نادي اهلاوي؟ مرتضى منصور اهلاوي، ومصر كلها عارفه ان هو اهلاوي، وانت عارف ان هو اهلاوي، وهو ذات نفسه عارف ان هو اهلاوي. والله احنا رايحين وكلنا امل الزمالك يفوز 3 أو 4 مرتاح. طبعا صدمه بعد الجون الاولاني، صدمه مش طبيعيه، وممكن اقسم لك ان ما كانش في حد متوقع ان احنا نجيب 4 تجوان، بس ربنا كرمنا. اول مره نشوف اوباما بالفوقان الرهيب ده، فعلا حرفيا قلب الملعب. اوباما نزل قلب الملعب. احنا مش عايزين غير اداره مستقره بتحب الزمالك، قلبها على الزمالك، عشان نشوف اللي احنا متعودينه من الزمالك. الف مبروك. دي ليليان، الله يبارك فيك. فرحانه ان الزمالك كسب؟ ايوه. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك حبيبي، الله يخليك. احنا ما كناش عاملين حسابنا ان الزمالك يبقى بالمنظر ده في الشوط الاول. اللعيبه خذلتنا، احنا كنا محبطين لحد ما الشوط الثاني بدأ، واوباما نزل بصراحه يعني غير الدنيا خالص، شقلب لنا الملعب. تتوقع فرقه زي دي تعمل كده مع الزمالك؟ هي الكرة فيها كل حاجة، بس احنا الزمالك، احنا المفروض ما يتعملش معانا كده. فين الكبرياء بتاعنا؟ شكرا. ايه اللي حصل؟ والله واحنا اتخطفنا بجون احنا ما كناش متوقعينه، ولا حد متوقع خالص ان الزمالك يجي في جون. بالعكس احنا كنا متوقعين ان الشوط الاولاني يخلص 2 3 لصالحنا احنا، لان احنا بنلعب فرق تعبانه بصراحه، عشان نبقى صراحه مع بعض. اتفاجئنا بقى بجون فينا. ثواني يا ابني، فاتفاجئنا ان في جون. يا ابن اوزن، يا ابن اوزن، ثاني يا اخي. خلاص يا ريس، حقك عليا. مين عليها؟ لا بصراحه قلنا خلاص ما حدش يتوقع لو جبت 0 في المليون ما حدش يتوقع ان احنا هنجيب جونين اصلا مش 4. بس احنا عشان الزمالك ان شاء الله بجمهورنا، اهم حاجه جمهورنا، ركز يا عبد الكريم. الجمهور رقم واحد اللي خلى الفرقه النهارده كسبت، انما هي الفرقه على الله ان شاء الله. انا بكلمك جد والله، الفرقه دي على الله ان شاء الله، واحنا ان شاء الله اللي جاي احسن باذن الله باذن الله. البراجيل اهم حاجه، البراجيل. اتكلم انت. الزمالك دي اتخلقت ليه؟ يا زمالك يا مدرسه لعب فن وهندسه، بس الكوره في مصر واتحاد الكوره مخلين الزمالك في النازل. الكوره في مصر بمكيالين، الكوره في مصر
بايظه مالك مفيش اتحاد كوره. الكوره؟ انت النهارده بتلعب في افريقيا. اتحاد الكوره اللي بوظ الكوره في مصر. احنا ماشيين في فساد. يا حاج مالك فساد. كوره، انت بتلعب في افريقيا النهارده. ملعب في افريقيا، الاهلي دلوقتي بيكسب في الدوري طب الحكم بتاع النهارده ده قبل ما ينزل في ناس بتوصيه. مين بقى؟ في حد بيوصل من مصر. من مصر متوصى علينا من مصر. الكرة فساد في مصر. والله الكرة في مصر فساد. يعني الحكم الافريقي حد اهلاوي بيوصل. اهلاوي. عايز اوصل لك ان الكوره في مصر مفيش عدل، دي حقيقه بقى، بعيد بقى عن افريقيا وكونفدراليه. هنا في مصر بجد والله العظيم منظومه فاسده، المنظومه نفسها فاسده. ده بعيد عن الماتش النهارده خالص، هي المنظومه عامه لطرف واحد. انت عمرك في حياتك شفت ان نادي مديون، نادي زي الزمالك يعني تعتبر مش هقول لك احسن فرقه في افريقيا، تاني احسن فرقه في افريقيا، عمرك شفت ان فريق زي نادي الزمالك ده يقول لك اصل ما عندهمش فلوس، اصل مش عارف ايه؟ احنا عندنا يعتبر ازيد من 30 محل، احسن 30 محل في مصر. مين السبب في كده؟ ما انا بقى عايز اقول لك على حاجه. ثواني يا حاج، ثواني يا حاج، هو انت فاهم حاجه؟ ثواني ليه هي بتقول صح؟ تعالى يا حاج تعالى. بتقول لك اللعيبه بترفع عليكم قواضي ليه؟ ما عشان يا حاجه بقول لك منظومه فاسده، كله بيخش يشلفط من نادي ويخرج، كله بيخش. زملكاويه لا 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 كله مش عارف. اقول لك على استنى يا عم، بسيطة. الاعلام عندنا في مصر فساد. من ضمنهم مدحت شلبي اللي بيحط صبغه والكلام بتاعه ده، احمد شوبير 100%. وسيف زاهر، كلها شله حراميه. طبعا ساب مصر ليه وراح السعوديه بيمشي ورا الجنيه. يحلف السعودية يا حضرات. الف مبروك يا نجم. الله يبارك فيك. شايف الماتش ازاي النهارده؟ هو بصراحة يعني اللعيبة مش الأول ما كانوش هما يعني، والماتش ده أصلا اللي جاب الفوز الجمهور، احنا كسبنا والله عشان خاطر الناس الغلابة. مين انت شايفه النهارده نجم الماتش؟ أوباما نزل قلب الماتش بصراحة. طب انت شايف الموضوع مستدعي الاحتفالات والكلام ده كله؟ طبعا مهما كان الزمالك وراه، حتى لو خسر وراه، احنا بنشجع الكيان، ملناش دعوة بأسماء. الشوط الأول حسينا إن كل حاجة ضلمت في وشي. الشوط التاني أول ما دخلوا أنا ما عملتش أي حاجة، فضلت واقف بتفرج كده لحد ما الكرة جت في العارضة، حسيت بأمل. والله العظيم كنت بعيط، والله العظيم تعيط؟ والله العظيم. الزمالك ده حضرتك ده حب من طرف واحد، والله العظيم. بص مش أي كلام، الزمالك ده بيشدني يعني. أعظم حاجة في حياتي هو الزمالك. الزمالك تعبنا والله العظيم يا صاحبي، والله العظيم تعبنا بجد. انت واخد عيالك ورايح تفرح. سبحان الله يعني. بص عدى علينا الشوط الاولاني ده، كان الموضوع كان صعب جدا، الموضوع كان صعب بجد يعني. ربنا الحمد لله ربنا سترنا عنده والله. يعني المفروض لعيبه الزمالك على الجمهور والاطفال، الجماهير ما شاء الله النهارده الاستاد كان مليان والله العظيم. تحس ان اللعيبه في الملعب مش ما لهاش دعوه بالجماهير دي، تعرف ان هم في حته واحنا في حته، بس الحمد لله ربك سترنا من عنده. توجه رساله لعيبه الزمالك؟ هقول ايه؟ ما هم عارفين احنا عايزين ايه. مبسوطه؟ ليه؟ عشان انا رحت الاستاد. عشان انت رحت الاستاد؟ الزمالك كسب؟ الف مبروك. الله فيك. مبسوط يا كابتن؟ قول مبروك كده للزمالك. مبروك يا زمالك، يا رب كده نكسب على طول يا رب. الف مبروك على الماتش. الله يبارك فيك. شايف الماتش ازاي النهارده؟ الماتش يعني كان حلو، بس ضغطنا قوي، الجماهير اتضغطت قوي بسبب الجون اللي دخل فينا. يعني الحمد لله احنا احسن يعني. دي فرقه مستدعيه الموضوع. فرقه تعبانه جدا، احنا لو رحنا لعبنا هنكسبه. انا برضه بقول كده ان الموضوع مش مستاهل ولا حتى لا الفرقه تعبانه جدا 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 يعني. هي تفاكم ما بين الشوطين لجمهور الزمالك كانت ايه؟ قعدنا نشجع اللعيبه اللي هي تلعب كويس يعني، وحرام اللي هو يحصل فينا من فرقه زي كده يعني، فرقه تعبانه قوي. بس توجه رساله لعيبه الزمالك؟ يرجعوا شويه بس. مين اهم لعيب في الماتش النهارده؟ كلهم زي الخرا، مفيش حد لعب النهارده، هو الجماهير اللي كانت بتحركهم. جمهور الزمالك رقم واحد طبعا، دائما وابدا. جمهور الزمالك طبعا رقم واحد. طبعا.